في مدينة دلهي أيام ما كانت الهند تحت الاستعمار البريطاني كان في مشكلة قلقة الحكومة الكبرى. تعابين سامة في كل حتة، في الشوارع، في البيوت، في الجناين، والناس بتموت من عضتها. المسؤولين قعدوا يفكروا في حل ولقوا حل شكله عبقري. قالوا هنعمل مكافأة، أي حد يجيب كوبرا ميتة ياخد عليها فلوس. الفكرة تحفة على الورق، الناس كلها هتطلع تصطاد الكوبرا عشان الفلوس، والتعابين هتقل لوحدها، والحكومة مش هتتحرك، هتقعد تتفرج. وفعلا في الأول اشتغلت، الناس جابت كوبرا كتير والفلوس اتوزعت، وعدد الأفاعي في الشوارع بدأ يقل. المسؤولين كانوا مبسوطين فاكرين ان هم نجحوا ولقوا الحل السحري، بس بعد شوية حصلت حاجة محدش فكر فيها ابدا. ناس قعدت تفكر بطريقة تانية، انا اتعب نفسي واقعد ادور على التعبين ليه واطلع اصطاد كوبرا في الشوارع؟ طب ما انا اقدر اربي كوبرا في البيت واقتلها واديها للحكومه واخد الفلوس وانا قاعد في بيتي مرتاح. فظهرت حاجه غريبه، مزارع كوبرا الناس بتربي في البيوت عشان تقبض المكافاه. الحكومه كشفت الحكايه خلاص، اتصدمت فقالت خلاص لغينا المكافاه. طب والناس اللي عندهم دلوقتي مزارع مليانه كوبرا ملهاش اي لازمه، فتحوا الاقفاص وسرحوا الكوبرا كلها في الشوارع. النتيجه النهائيه عدد تعابين الكوبرا زاد وبقى أكتر مما كان قبل ما الحكومة تبدأ أصلا. الحل نفسه هو اللي خلق المشكلة وكبرها. والمرعب إن اللي حصل في الهند بيحصل النهاردة في آلاف الشركات من غير ولا كوبرا واحدة، مع كل بونص وكل عمولة وكل جايزة أحسن موظف بتوزعها وأنت مش واخد بالك إنك بتربي كوبرا. النهاردة هنفهم إزاي حاجة اتعملت عشان تحفز بتتحول لحاجة بتشتري، وإزاي نفس المكافأة اللي بتشغل موظف بتفسد التاني في نفس المكتب. وهتعرف ليه المدير الشاطر بيخاف من المكافأة قد ما بيخاف من العقاب بالظبط. في قاعدة راسخة في دماغ أغلب المديرين، بسيطة وماشية في خط واحد: الفلوس بتحرك كل حاجة، وكل ما ادي أكتر بيبقى كده بحفز أكتر. المدير شايف الموظف زي العربية، تحط بنزين أكتر تمشي مسافة أطول، عايز نتيجة أحسن زود الجايزة، عايز حماس أكتر حط مسابقة. المعادلة دي في دماغ المدير واضحة وبسيطة، الفلوس مفتاح كل باب، وعلى المعادلة دي بيبني نظام كامل: عمولة على كل بيعة، وبونص على كل تارجت، وجايزة لأحسن موظف في الشهر، مسابقة، رحلة لأعلى مندوب. وكل ما يحس إن الحماس بيقل بيرجع لنفس الزرار: زود الجايزة، وفاكر طول الوقت إنه بيحفز وإنه بيكافئ الشطارة وإنه بيعمل الصح. وفعلا بيشوف نتيجة سريعة. أول ما يعلن عن الجايزة الجديدة الأرقام مش بتعلى، دي بتنط، والحماس بيبان، فيتأكد إنه ماشي صح. بس بعد كام شهر الارقام بترجع لمكانها، مش كده وبس، ويمكن تقل كمان، لان اللي كان بيتعمل بحب بقى محتاج جايزة عشان يتعمل، فيزود تاني فتعلى الارقام تاني، يوقف تنزل، يدفع تزيد، وكل دورة بيبقى محتاج فلوس اكتر عشان يطلع نفس الحماس القديم. ده مش تحفيز، ده ادمان. بس تعال نشوف اللي بيحصل فعلا جوه دماغ الموظف لما انت بتربط كل سلوك بمقابل. انت بتحول السلوك ده من حاجة بيعملها لصفقة بيتاجر فيها: اعمل كذا تاخد كذا. والصفقة ليها طبيعة واحدة ثابتة، بتموت في اللحظة اللي السعر فيها يبطل يعجب الطرف اللي بيبيع. تخيل موظف كان بيشتغل كويس عشان مؤمن بالشغل ومبسوط فيه، جيت انت حطيت له سعر على كل شغلانة بيعملها، بونص لو عمل كذا. الأول هيفرح، بس من غير ما تحس انت نقلت انتباهه من الشغل للسعر، بقى بيقيس تعبه بالفلوس، وأول ما يلاقي حد بيدفع أكتر هيمشي. انت من غير ما تقصد حولت واحد كان بيشتغل بحب لواحد بيشتغل بالأجرة، والفرق كبير. المؤمن بيفضل معاك لأنه بيشتغل عشان معنى جواه، قيمة هو حاسس بيها، وبالتالي هيستحمل ظروف أصعب حتى في السنة اللي ما فيهاش بونص. المرتزق بيمشي أول ما شركة تانية تشاور له، وأصعب حاجة انك بتخسر احسن ناس بالطريقه دي. الموظف اللي كان مخلص لما تعامله كانه بضاعه بتتباع وتشتري فيها بيتعلم انه فعلا كده، فبيبتدي يدور على اعلى سعر، وانت اللي علمته الدرس ده بايدك.
وفي 3 دوافع بتخلي الواحد يتعب في شغله، وكلهم شكلهم واحد من بره. واحد بيتعب عشان الفلوس، وواحد تاني بيتعب عشان الشهرة والمنصب واسمه يتقال، وواحد تالت بيتعب عشان يوري زميله انه اشطر منه. التلاتة بيبذلوا نفس المجهود، بس التلاتة بيتحركوا بحاجة بتزقهم من بره، حافز خارجي مش بدافع نابع من جواهم. واي وقود من بره اول ما بيقف الحركة بتقف معاه على طول. وهنا بيجي اخطر شكل للوحش واكترهم انتشارا في الشركات، الكي بي ايز، مؤشرات الاداء. انت بتقول اللي بيتقاس بيتحسن فبتحط رقم وتكافئ عليه، بس اللي بيحصل غالبا ان الرقم ممكن يتحسن على الورق والشغل الحقيقي اللي وراه بيخرب. المندوب بيلعب في الرقم بالظبط زي ما الراجل ربى الكبرى في البيت، بيقفل صفقات مش مظبوطه عشان يوصل للتارجت، بيوعد العميل بوعود مش هيقدر ينفذها، بيحمل الشهر ده ارقام الشهر الجاي، كله عشان الرقم اللي انت بتكافئ عليه. انت كافئت الرقم مش الشغل اللي المفروض يطلع الرقم، فخدت رقم وخسرت الشغل. فالوحش اللي بنطرده النهارده مش المكافأة، الفلوس مش وحشة والتقدير حلو والناس محتاجة تعيش وتاخد حقها. الوحش هو المكافأة اللي بتبطل تزود الدافع وتبدأ تستبدله، تشيل السبب الحقيقي وتحط الفلوس مكانه. طب هي دي مجرد فكرة وكلام ولا في حاجة علمية بتثبتها؟ خليني اوريك حاجتين، واحدة اتعملت في معمل وواحدة في مصنع حقيقي، والاتنين بيقولوا نفس الكلام من زاويتين. سنة 1971 عالم نفس امريكي اسمه ادوارد ديسي عمل تجربة بقت من اشهر التجارب في علم التحفيز كله. جاب مجموعة طلبة واداهم لعبة مكعبات ذكية اسمها سوما، لعبة ممتعة فعلا، الناس بتحبها وبتلعبها عشان هي حلوة في حد ذاتها، مش عشان حد بيدفع لهم عشان يلعبوها. قسم الطلبة مجموعتين، المجموعة الأولى كل ما تحل اللغز تاخد فلوس دايما، المجموعة التانية بتلعب نفس اللعبة من غير أي فلوس خالص. سابهم يلعبوا فترة وبعدين عمل حاجة ذكية اللي التجربة كلها اتبنت عليها، قال لهم خدوا بريك، وساب كل واحد لوحده في الأوضة وفيها اللعبة ومجلات تانية وحاجات كتير، وقعد يراقبهم من بعيد مين هيرجع يلعب في وقت البريك من غير ما حد يطلب منه ولا يدفع له. النتيجة كانت صادمة، المجموعة اللي كانت بتلعب ببلاش رجعت تلعب في البريك عشان هي مبسوطة باللعبة، أما المجموعة اللي كانت بتاخد فلوس أول ما الفلوس وقفت سابت اللعبة وراحت تقلب في المجلات. ليه؟ لأنهم من غير ما ياخدوا بالهم بطلوا يلعبوا عشان اللعبة حلوة وبدأوا يلعبوا عشان الفلوس. شلت الفلوس شلت السبب، الدافع اللي كان جواهم الفلوس أكلته. والحاجة المرعبة إن الطلبة نفسهم ما كانوش حاسين بده، لو سألتهم كل واحد هيقولك أنا بحب اللعبة، بس تصرفهم قال حاجة تانية. والفلوس نقلت السبب من حافز داخلي ثابت لمحرك خارجي مؤقت من غير ما ياخدوا بالهم أصلا. دي الكبرى نفسها بس في معمل. المكافأة ما زودتش الدافع، استبدلته وحطت نفسها مكانه. الكلام ده لخصه الكاتب اللي اسمه دانيال بينك في كتاب مهم اسمه درايف، الدافع، وهو بيقول ان مكافآت اللي لو عملت هتاخد، وهو بيسميها في الكتاب if then rewards، ممكن تشتغل في شغل بسيط ميكانيكي متكرر زي انك تدفع للشخص على قد الطوب اللي بيشيله، بس في اول شغل بيحتاج تفكير او ابداع او حل مشكلة بتقتل الاداء بدل ما تزوده، لانها بتضيق تركيز الشخص على الجايزه وتقفل الجزء اللي بيفكر، والدافع الحقيقي عنده بيطلع من 3 حاجات ما فيهاش فلوس: ان الواحد يحس انه مستقل وبياخد قراره بنفسه، وانه بيتقن حاجه وبيحس انه بيتطور فيها، وانه بيشتغل لهدف ليه معنى اكبر منه هو شخصيا. الفلوس بتشتري وقت الإنسان وحضوره الجسدي، بس ما بتشتريش الحماس اللي بيخليه يفكر في المشكلة وهو في السرير قبل ما ينام. طب يبقى المكافأة المادية غلط دايما؟ لا استنى، لو الكلام ده صح يبقى ازاي في شركات عندها أنظمة بونص ومكافآت ناجحة جدا؟ هل العلم غلط ولا احنا اللي فاهمين غلط؟ ده اللي هنعرفه لما نبص على الوش التاني من الصورة. في شركة أمريكية اسمها لينكولن إلكتريك بتصنع معدات لحام، عندها نظام حوافز وبونص عمره أكتر من 100 سنة،
ولسه شغال لحد النهارده، بونص ضخم جدا في اخر السنه، واجر على قد الانتاج الفعلي. من بره خالص ده بيبان نفس النظام اللي المفروض يفسد الناس ويحولهم لمرتزقه، بس عندهم اشتغل وبنى ولاءات بيتوارث فيها اجيال، العيله الواحده جيل ورا جيل. طب ليه اشتغل هناك وفشل في شركات تانية عملت نفس الحاجة؟ عشان الفلوس عندهم ما كانتش لوحدها في الصورة، كانت متغلفة بحاجتين أساسيين: أمان وظيفي حقيقي، وإن الموظف عارف إنه مش هيتشال أول ما الشركة تعدي بأزمة، وإحساس بالملكية، إنه شريك في النتيجة مش مجرد أجير بياخد مرتب. فالبونص عندهم ما كانش بيقول اشتغل عشان تاخد، كان بيقول أنت صاحب المكان، والمكان كسب وده نصيبك من اللي انت بنيته بايدك. وخليني اكون منصف، نظام لينكولن ما كانش سهل وما كانش مثالي، واكيد ما كانش السبب الوحيد في نجاح الشركة، بس هو اوضح مثال على ان نفس الاداة بالظبط اللي هي الفلوس بتدي نتيجة معكوسة تماما حسب الرسالة اللي بتوصلها للناس. فالفرق مش في وجود المكافأة من عدمه، الفرق في الرسالة اللي جواها. طب ايه الرسالة دي بالظبط؟ وازاي افرق وانا واقف قدام قراري بين مكافأة بتبني ومكافأة بتشتري؟ اهو ده الخيط اللي بيربط كل حاجة قلناها من اول الحلقة. المكافأة في جوهرها اشارة مش وقود. الناس ما بتكررش السلوك اللي انت بتدفع عليه، الناس بتكرر السلوك اللي بتحسسهم انه بيتقدر. لما تكافئ سلوك معين انت بتبعت رسالة للناس كلها: ده اللي احنا بنقدره هنا، ده اللي احنا بنعتبره نجاح، واعملوا زيه. ودي حاجة صحية جدا لما بتيجي بعد الفعل كتقدير على حاجة حصلت، بس في اللحظة اللي بتحولها فيها لشرط قبل الفعل: لو عملت كذا هتاخد كذا، بتحولها من إشارة تقدير لصفقة تجارية. والصفقة بطبيعتها بتشيل السؤال أنا بعمل ده ليه، وتحط مكانه سؤال تاني خالص: أنا بعمل ده بكام؟ واول ما السؤال في دماغ الموظف يتغير، الموظف نفسه اتغير وانت اللي غيرته. عندك نوعين من المكافأة، شكلهم من بره واحد ومن جوه عكس بعض تماما. مكافأة بتقول شكرا، بتيجي بعد الشغل، مش متوقعة، تقدير على حاجة كويسة اتعملت، الموظف عمل حاجة عظيمة فجيت كافئته عليها من غير ما يكون مستني المكافأة. دي بتبني لأنها بتقوي الدافع اللي جواه وبتقول له شفنا تعبك. ومكافأة تانية بتقول اتفضل الأول عشان تشتغل، بتيجي قبل الشغل، مشروطة، ممكن نسميها رشوة مقنعة في هيئة تحفيز. دي بتشتري لأنها بتحل محل الدافع الداخلي وتقتله، وبتعلم الموظف إنه ما يعملش حاجة من غير سعر. تخيل 2 مديرين، الأول بيقول لفريقه أول الشهر اللي يقفل 10 صفقات ياخد مكافأة، التاني ما بيوعدش بحاجة، بس لما لقى واحد قفل صفقة عظيمة بمجهود صعب وقف قدام الكل وقال الراجل ده عمل حاجة تستاهل، وكرمه قدامهم. الأول اشترى شهر، والتاني بنى موظف هيفضل معاه سنين. نفس الفلوس تقريبا بس الرسالة مختلفة تماما. في اختبار واحد بسيط بيفرق بينهم في ثانية. اسأل نفسك لو وقفت المكافأة بكرة الصبح الشغل هيفضل زي ما هو؟ لو الشغل هيفضل يبقى انت كده بتحفز فعلا، والمكافأة كانت مجرد إشارة تقدير حلوة زيادة. لو الشغل هيقف يبقى انت ما حفزتش حد أبدا، انت كنت بتشتري والشغل كان بيتعمل عشان الفلوس بس وانت ما كنتش عارف. والاختبار ده ما بيرحمش لأنه بيكشف حاجة مهمة انت مش عايز تشوفها: ان نص الحماس اللي فاكر ان انت بنيته ممكن يكون مجرد فاتورة انت بتدفعها كل شهر. في آية في القرآن الكريم بتوصف المعادلة دي بدقة مذهلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خد بالك من كلمة حرث دي، زرع وحصاد، يعني شغل وناتج شغل. أدق استعارة ممكن تلاقيها للموضوع. اللي بيزرع للمقابل الفوري بياخد المقابل الفوري وخلاص، وملوش نصيب في اللي بيفضل بعد ما الفلوس تروح. يعني الولاء اللي بيفضل بعد ما الفلوس تروح، والخطوة الزيادة اللي محدش طلبها، والراجل اللي استحمل معاك في السنة الوحشة،
كل ده ملوش منه نصيب، لانه باع شغله بسعر النهارده وخلاص. وفي حديث نبوي شريف بيدي نفس المعنى من زاوية تانية. راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث ده متفق عليه في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. بص على العبقرية اللي فيه، 3 بيعملوا نفس الفعل بالظبط، نفس القتال، نفس التعب، نفس المخاطرة بالروح، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قيمش الفعل نفسه، قيم الاتجاه اللي وراه. نفس العمل لكن اختلاف النية غير قيمة العمل بالكامل. وده بالظبط اللي بيحصل في شركتك كل يوم. مندوبين بيحققوا نفس التارجت بالظبط، واحد بيحققه عشان العمولة، واحد بيحققه عشان مؤمن باللي بيعمله وبيحب شغله. نفس الرقم على البورد، بس قيمتهم عندك كقائد مختلفة تماما، ودوامهم معاك مختلف تماما. الاول بيمشي اول معمولة او مرتب احسن تظهر في السوق، التاني بيفضل ويسند ويعمل الخطوة اللي محدش طلبها. فالمكافأة مش عدوه، ومحدش بيقولك ما تكافئش، بس اول ما المكافأة تبقى هي السبب الوحيد بتاكل كل الاسباب التانية اللي اغلى منها بكتير. طيب اعملها ازاي بشكل يحفز من غير ما يتحول لبيع وشراء؟ 5 خطوات بينقلوا المكافأة من صفقة لإشارة، مش نظرية تتحفظ، حاجات تطبقها في نظام الحوافز بتاعك. الخطوة الأولى: كافئ بعد المجهود، ما توعدش قبل التنفيذ. في فرق جوهري بين إنك تقول لو وصلت للتارجت هتاخد بونص، وإنك تقول وصلت للتارجت خد البونص انت تستاهل. الاولى صفقة اتعملت قبل الشغل، فالشغل اتعمل عشان الصفقة. التانية تقدير جه بعد الشغل، فالشغل اتعمل الاول وبعدين جت المكافأة تقدره. المكافأة المفاجأة بعد الانجاز بتقوي الدافع وبتحسس الموظف انه متقدر. المكافأة المشروطة قبله بتاخد مكان الدافع. مش معنى كده انك تلغي العمولات الطبيعية، بس خلي دايما في مساحة للتقدير اللي بيجي بعد من غير ما يكون مكتوب. جرب مرة تدي مكافأة محدش كان يتوقعها بعد شغل كويس، هتلاقي أثرها في نفوس الناس أضعاف أي بونص اتفقوا عليه، لأنها وصلت كتقدير حقيقي مش كفاتورة مستحقة. الخطوة التانية: كافئ السلوك مش الرقم لوحده. لو كافئت الرقم بس الناس هتلعب في الرقم، بالظبط زي ما الراجل ربى الكوبرا في البيت. المندوب هيوصل للتارجت بطريقة صح أو غلط عشان يقفل الشهر بنجاح. كافئ الطريقة الصح اللي طلعت الرقم، العميل اللي اتراعى صح وراجع تاني، الصفقة اللي اتقفلت بأمانة من غير وعود كدابة، الزميل اللي ساعد من غير ما حد يطلب. لما تكافئ السلوك الصح هتوصل للهدف كنتيجة طبيعية ليه. لما تكافئ الرقم لوحده هتوصل لنتائج شبه مزورة وعملاء أحيانا زعلانين. المندوب اللي بتكافئه عشان قفل الصفقة بس غير المندوب اللي بتكافئه عشان العميل رجع اشترى تاني. السنة اللي بعدها الأول بيبيع مرة والتاني بيبيع علاقة بتبيع لسنين. الخطوة الثالثة: اسأل نفسك أنا بزود دافع ولا بستبدله؟ قبل ما تحط أي حافز جديد على أي حاجة اسأل السؤال ده: الناس دي بتعمل الحاجة دي بحب أصلا؟ لو الإجابة أيوة خد بالك جدا، لأنك لو حطيت سعر على حاجة الناس بتعملها بحب ممكن تحول الحب لصفقة وتخسر الاتنين مع بعض. مش كل حاجة محتاجة حافز مادي، في حاجات الحافز المادي بيبوظها بدل ما يقويها. الموظف اللي بيساعد زمايله بطبعه أول ما بتديله بونص على المساعدة هيبطل يساعد إلا لما يبقى فيه بونص. حاجة كانت بتتعمل بالمجان وبحب حطت لها سعر فبطلت تتعمل ببلاش خالص. الخطوة الرابعة: الأمان والملكية قبل البونص. ده درس لينكولن بالظبط. البونص لوحده بيشتري، بس البونص جواه إحساس بالأمان، والشركة بتحفز الموظف
بتخليه يحس انه شريك في المكان، انه صاحب نتيجة مش اجير عليها، انه لو الشركة كسبت هو كسب معاها كشريك، مش بس واخد نسبة ومنه. لما الارضية دي تتبني الاول، الامان انه مش هيتشال في اول ازمة، والاحساس انه رأي مسموع وانه جزء من القرار، المكافأة ساعتها بتتحول من رشوة لاشارة بتقول انت شريك وده نصيبك من تعبنا سوا. والموظف اللي حاسس بالامان بياخد قرارات لصالح الشركة على المدى الطويل، اللي خايف على مكانه بياخد قرارات تحميه النهاردة بس. الامان مش رفاهية، ده استثمار في ان الناس تفكر صح. الخطوة الخامسة، سيب مساحة للمعنى. خليك فاكر دايما الثلاثية بتاعت دانيال بينك: استقلالية وإتقان ومعنى. الغريب ان التلاتة ما ينفعش تشتريهم بفلوس. الناس ما بتشتغلش عشان الفلوس بس، بتشتغل كمان عشان تعمل حاجة تفتخر بيها وتحس ان شغلها بيفرق مع حد في الدنيا. لو كل حواراتك مع فريقك فلوس في فلوس، تارجت في بونص، انت بتقتل الاسباب اللي اغلى من الفلوس. والاسباب دي بالظبط هي اللي بتخلي الموظف يفضل معاك في اليوم الوحش اللي مفيش فيه فلوس زيادة. فكرهم دايما بالمعنى وبقيمة اللي بيعملوه، مش بالجزرة لوحدها. اسأل موظف قديم عندك: انت لسه هنا ليه؟ لو الإجابة الوحيدة الفلوس، يبقى أنت معرض تخسره أول ما حد يدفع أكتر. لو في إجابة تانية، علاقة أو معنى أو تقدير، يبقى ده اللي بيثبته فعلا. الخمس خطوات دول كلهم في الآخر بيجاوبوا على سؤال واحد بتسأله لنفسك في كل مرة: المكافأة دي بتقول شكرا ولا بتقول اشتغل؟ تعالوا نرجع لدلهي والكبرى والحكومة اللي حلت مشكلة فكبرتها 10 أضعاف. الحكومة ما فشلتش عشان المكافأة كانت قليلة، بالعكس لو كانوا زودوا الفلوس كان الناس ربوا كبرى أكتر. هم فشلوا عشان المكافأة بقت السبب الوحيد اللي الكبرى بتتصاد عشانه. فالناس بمنتهى المنطق صنعت كبرى عشان تصطادها. المكافأة استبدلت الهدف الأصلي وهو تقليل الأفاعي بهدف تاني خالص، وهو نكتر الأفاعي عشان الفلوس. نفس الحكاية بتحصل مع كل مدير بيكافئ الرقم من غير ما يبص للسلوك اللي وراه. بيصنع كبرى وهو فاكر انه بيصطادها. المشكلة ما كانتش ان المكافأة قليلة، المشكلة انها بقت السبب الوحيد اللي الشغل بيتعمل عشانه. كل نظام حوافز بيخلق سلوك، والسؤال الحقيقي مش الناس هتعمل ايه وانت علمتهم يعملوا ايه، السؤال انت علمتهم يعملوا ده ليه. وخليني اسألك سؤال بسيط: لو قلت لك من النهارده كل مرة تضحك مع ابنك هديك جايزة $100 مثلا، في الأول هتتبسط، لكن بعد أسبوع هتبدأ تسأل نفسك: أنا بلعب مع ابني عشان بحبه ولا عشان المكافأة؟ ودي أخطر حاجة بتعملها المكافآت، إنها ما بتزودش الدافع لكن للأسف بتستبدله. وهنا بنقفل قوس السلسلة بتاع الحلقة دي. مع الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النقد وقلنا انه بيتقاس باتجاهه: رايح للموظف عشان يكبر ولا طالع من المدير عشان يفرغ. المكافأة نفس الحكاية بالظبط، بس بتتقاس بالسبب اللي وراها. بتقول شكرا على اللي اتعمل ولا بتشتري اللي لسه هيتعمل؟ النقد والمكافأة الاتنين ادوات محايدة في ايدك، مفيش فيهم حاجة وحشة في ذاتها ومفيش حاجة كويسة في ذاتها. اللي بيحدد لو هيبنوا ولا هيهدوا مش شكلهم. ده نفس السؤال اللي ماشي في السلسلة كلها من أول حلقة: بيخدموا مين وبيتعاملوا ليه؟ قبل ما تقفل الفيديو اعمل حاجة واحدة بس: افتكر آخر حافز أو بونص حطيته لفريقك، واسأل نفسك السؤال بصراحة من غير تجميل: لو وقفته بكرة الشغل هيفضل زي ما هو؟ الإجابة لوحدها هتقولك أنت كنت بتحفز ولا بتشتري، من غير ما تحتاج حد يقولك ومن غير ما تكذب على نفسك. ولو الحلقة دي غيرت طريقة رؤيتك للحوافز في شركتك، سيب لايك عشان توصل للناس بتدير فرق زيك، واكتب لي في الكومنت انت شايف ايه اللي بيحفز الناس اكتر من الفلوس في شغلك. نفسي اقرا اللي عندكم، واكيد في اجابات هتفتح لينا زوايا جديدة. واشترك في القناة عشان في الحلقة الجاية ان شاء الله داخلين على أداة تانية من الأداة المزدوجة، أخطر وأخبث من المكافأة بكتير: الرؤية، الحلم الكبير، الأداة اللي كل الكتب بتقولك إنها الحل السحري لما الفلوس بتفشل في التحفيز، الهدف اللي بيجمع الفريق ويلهمه ويخليه يتحرك بحب.
بس محدش بيقولك ان نفس الرؤية دي ممكن تحرق فريقك من جوه وهو مبتسم، وتشغلهم لحد ما يقعوا من الارهاق وهم فاكرين ان هم بيضحوا لحاجة عظيمة. السؤال الحقيقي، ازاي الحلم اللي بيلهم هو نفسه اللي بيقدر يحرق؟ وازاي اقود بالرؤية من غير ما استنزف اللي بيقودوا معايا؟ ده اللي هنمسكه في الحلقة الجاية ان شاء الله.